35 يوم انت في اضراب عن الطعام. يعني حابه لو تحدثنا عن الاسباب التي دفعتكم في الدخول في الاضراب عن الطعام. والله بسيطة ومعقدة. مصطفى والسلمى أحضرته، مسطر تحت أحضرته المفوضية السامية للغوث اللاجئين إلى موريتانيا، على أساس أنه من داخل موريتانيا سيتم تحويله إلى مكان ثالث في إطار ما يسمى بإعادة التوطين. قبل ما تحضر المفوضية السامية للغوث اللاجئين مصطفى إلى موريتانيا كان سأل، وأنا ما زلت في المعتقل، سألت البوليساريو عن ما هو وضع عائلتي، وبشكل أدق أنا طلبت أني نشوف أولادي قبل ترحيلي بعد ما حكموا علي بالترحيل بالطرد. البوليساريو قالت أنه في ذاك الوقت أن موضوعي كله سلمته لمفوضية الغوث اللاجئين، أصبح كله يعني مفوضية الغوث اللاجئين، لأني بالنسبة لهم كما قالوا لم أعد معتقل، وإنما أنا في انتظار أن تأتي مفوضية الغوث اللاجئين تستلم. لما اتصلوا بي أعضاء مكتب مفوضية الغوث اللاجئين من جنيف طلبت منهم أني أريد أن ألتقي بعائلتي قبل فرح. طلبوا مني مهلة، أخذوا مهلة يومين، بعد يومين اتصلوا علي وكانت كل اتصالات بالهاتف طبعا. قالوا إنهم لا يستطيعون الوصول إلي حيث أنا، لأن المنطقة اللي كنت موجود فيها في هذاك الوقت كانت تحت سلطة البوليساريو، مناطق صحراوية اللي موجودة فيها قوات البوليساريو، ومن هذه المناطق بالنسبة لهم لا توجد تحت سيادة الدولة، هي تحت سلطة منظمة الأمم المتحدة لا تعترف، لا تدعو منظماتها الإنسانية ما عدا الصليب الأحمر لا تستطيع دخول أراضي ليست تحت سلطة الدولة. وطلبوا مادام لا يستطيعون الوصول إلي، لا يستطيعون اتخاذ أي إجراء صالحي وأنا في هذاك المكان، معنى أنهم ما يقدروش يجيبوا لي عائلتي في المكان حيث كنت موجود. ولكن التزموا أنه بعد وصولي إلى موريتانيا أنهم سيتكفلون بهذا الموضوع. أنا الآن موجود في موريتانيا منذ تاريخ 30 نوفمبر 2010، يعني منذ أزيد من سنتين و6 أشهر أو 7 وأنا موجود هون، وهذا الأمر لم يتم إلى حد الساعة. بعد شهرين من تواجدي في موريتانيا المفوضية السامية اقترحت علي اللجوء في فنلندا. استفسرت عن موضوع عائلتي، هل عائلتي ستكون معي أم لا؟ إلى حد الساعة ما زالوا يقولون لا. يعني لماذا رفضت اللجوء إلى فنلندا؟ أنا لم أرفض، أنا لدي الإثباتات. أنا كل اللي طلبت من المفوضية سألتهم ما هو وضع عائلتي، قالوا عائلتك ليست متضمن في هذا الحل، هذا الحل يخصني لوحدي. طلبت استفسار بشأن وضع عائلتي، ومن ذلك الوقت لم أتلقى أي رد من المفوضية، ولا يوجد لدى المفوضية أي إثبات برفض المقترح في لندن، بل بالعكس أنا لدي إثباتات تدل على كذب ادعاء المفوضية بأنني رفضت. في مراسلات كانت بيني وبين المفوضية، رسائل المفوضية التي سلموها لدي فيها إثبات أنهم يكذبوا فيما يدعون. إذا كانت الكاميرا ديالك تقدر تصور تبين الرسالة للرأي العام، أنا نعرض لك الرسالتين، وكانت بالمناسبة الرسالتين كان الفرق بينهم مجرد أسبوع. الرسالة الأولى هاي موجودة تاريخها باين، هاي الرسالة 22 نوفمبر 2011 تقول فيها المفوضية أنهم قرروا قطع المساعدة المادية اللي كانوا يقدموها لي للإقامة والإيواء داخل موريتانيا، أنهم قرروا قطعها لأنني رفضت فنلندا كبلاد لجوء.
هذه الرسالة كانت بتاريخها 22 نوفمبر 2011. يقولون فيها أنه ابتداء من فاتح ديسمبر سيقطعون كل الدعم اللي كانوا يقدموه لي من أجل الإقامة والإيواء في موريتانيا. بعد أسبوع، شفت هذا التاريخ أيضا 30 نوفمبر، الرسالة اللي قالوا فيها أني أنا رفضت 30 نوفمبر، يعني 22 نوفمبر. بعد أسبوع في 30 نوفمبر كما يظهر في التاريخ، المفوضية بعثت لي رسالة يريدون فيها جوابي حول فنلندا، هل أنا موافق على الذهاب إلى فنلندا أم لا؟ إذا كنت أنا رافض فنلندا، أنت لماذا تبعث لي رسالة هل أنا موافق أم لا على الذهاب إلى فنلندا؟ إذن بالمحصلة أنا لم أرفض أبدا أي يوم من الأيام الذهاب إلى فنلندا، وكل ما طلبته هو حقي في الاستفسار خصوص ما هو الوضع الذي سأكون فيه والوضع الذي ستكون فيه عائلتي في فنلندا. يعني أنك بعد الإفراج عنك من المعتقلات المخيمة، يعني هل التقيت بعائلتك إلى حدود الآن؟ والمفوضية كيفاش كتم يعني معالجة الملف ديال الجمع العائلي؟ المفوضية يقولون أن موريتانيا لا تسمح لي باللجوء الدائم فوق أراضيها، أن موريتانيا منحتني وضع لاجئ عابر، لاجئ ترانزيت، وأن هذا الوضع لا يكفل لم شمل عائلتي بي في موريتانيا. بمعنى أنك منذ خروجك لم تلتقي عائلتك قط؟ بغيت نقول ملاحظة أن الدولة الموريتانية تسمح لعائلتي بالزيارة، تسمح لعائلتي بزيارتي، ولكنها لا تسمح لها بالإقامة داخل موريتانيا. تخرجت من المخيمات يعني وبعد أنها زادت عندك واحد البنية اسمها مريم، يعني الشعور تاعك وأنك ما شفتيش بنتك يعني سنتين. شوف، هو شعور كل الآباء، ما نعرف كيف نوصفها. هي ليست بنت وحدها، أنا عندي 5 أبناء كلهم قصر، وكلهم في حاجة لحمايتي، وكلهم في حاجة لمساعدتي لهم. هذول الأولاد أخطر وأصعب شعورهم هم من شعوري أنا، لأن أنا اليوم إنسان راشد قادر على حماية نفسي. هؤلاء الصبية يستشعرون يعني الحماية يوفرها أنا من يوفر لهم الحماية، وفاقدين يحسوا أنهم فاقدين هذه الحماية، خاصة أنهم يسمعوا الكثير من القيل والقال، لأنهم موجود في محيط، هذا المحيط حرضت جبهة البوليساريو كله، البوليساريو قبل اعتقالي وأثناء اعتقالي وبعد إبعادي، كل هذه الفترة قامت بحملة دعائية مغرضة، في الحقيقة متأسف لهذا الوصف اللي غادي نقول رخيص، لأن النظام بأكمله يوزع رموزه على كل المخيمات، وزراء، قيادات سياسية، من أجل تعبئة شارع المخيمات حول شخص واحد. هذا الشخص مجرم، هذا الشخص خائن، هذا الشخص يريد خراب الجبهة، خراب المخيمات، هذا الشخص يخدم العدو. والمؤسف في الموضوع أنه هذا الشخص كان موجود تحت سلطتهم أثناء اعتقالي، كانوا يقوموا بهذه الأشياء وأنا موجود تحت سلطتهم، يعني موجود معتقل عندهم، كانوا يسوقوا للشارع في المخيمات أنه هذا الشخص مجرم وسيقدم للعدالة والمحاكمة وما إلى ذلك. كانوا يسوقوا هذا الرأي العام. كان بعض وزرائهم أوصل لدرجة أنه وجه نداء للصحافة الدولية من أجل الحضور لمحاكمة مصطفى. بعد 15 يوما فقط من اعتقال مصطفى، جبهة البوليساريو خرجت بيان للرأي العام أنها أفرجت عن مصطفى سامي. يعني عندما اعتقلت، عندما دخلت من السمارة إلى المناطق اللي فيها البوليساريو،
منابر إعلامية تحدثت كون أن مصطفى ولد سلمى تعرض للتعذيب. واش يمكن تذكر لنا هذه الأساليب ديال التعذيب اللي تعرضت لها؟ شو هو كل الاعتقال هو تعذيب، ما في اعتقال جيد واعتقال سيء. الاعتقالات كلها سيء، سلب الحرية كله سيء، خاصة لما تكون مظلوم. ولكن لما تسلب حريتك في ظروف يعني ظروف تحفظ كرامتك الإنسانية، أنت لا تتمنى أكثر من هذا. أما أن تسلب حريتك في ظروف لا تحقق لا الحماية البدنية ولا الحماية النفسية ولا حفظ الكرامة الإنسانية، تصبح سيء، تصبح جحيم. لأن مصطفى أمضى 71 يوم معتقل لدى البوليساري. خلال هذه 71 يوم مصطفى لم يدخل إلى أي بناية، كان 71 يوم موجود في العراء، موجود متنقل، لا يعرف إلى أين جاهل مصيره، محجوز عن كنت في سجن انفرادي في الخلاء. أنت مقطوع عن العالم. تخيل سجن انفرادي هو أن الشخص يعزل عن العالم، ولكن في زنزانة مصطفى كانت خلاء، وخلاء كانت الوديان وجبال، كانت هذه الزنزانة اللي فيها مصطفى، وممنوع حتى الحراس اللي هم مكلفين بحراسته ممنوع عليهم التواصل معه، يعني كان يجب أن يبقى معزولا منفردا في هذا الخلاء لوحده. يعني هذه الظروف اللي بهذا الشكل ما فيها شيء يحفظ يقيك، لا من البرد ولا من الحر ولا من أنت موجود بين الأشجار، كاين الشوك، كاين الحطب، كاين الأحجار، كاين العقارب، كاين الأفاعي. بالمناسبة أنا لسعتني عقرب في هذه الرحلة، في واحد من الوديان لسعتني عقرب فؤاد في 12 ليلة أو الواحدة. كيفاش تعاملوا معك عندما لسعتك عقرب؟ لا شيء، حدث عادي، لم أعالج لأننا موجودين في خلاء. بقيت تتألم لوحدك، ما ساعدش شي واحد؟ تتألم حتى الصباح. أنت موجود في خلاء معك مجموعة من العساكر محتجزتك، ما هي موجودة في مكان، ما هي في مدينة، ما هي في مخيم، ما هي في مقر عسكري. احنا قلت لك مجموعة متنقلة بين الوديان والجبال، ما عندهم حتى علبة إسعافات أولية موجودة عندهم. يعني لاحظنا بأنك تعيش الحقيقة يعني هنا في موريتانيا وأمام مفوضية اللاجئين، يعني حياة مأساوية. واش ما تفتحتش واحد القنوات حوار بينكم وبين جبهة البوليساريو إلى حد الآن؟ وجبهة البوليساريو قبل ما يخبروني أنهم أفرجوا عني، لأنهم للأسف أعلنوا للعالم أنهم أفرجوا عني قبل أن يخبروني. أنا كنت آخر من يعلم بأنه تم إطلاق سراح. أخبروني بعد إعلانهم للعالم أنهم أفرجوا عني، أخبروني بعدها ب8 أيام. خلال هذه 8 أيام كانوا يتفاوضون معي من أجل يعني أنهم يخرجوا هم بحل مشرف، حل يحفظ ما وجهه. وكانوا يضغطوا علي ويساوموني من أجل التراجع عن رأيي السياسي. مقابل التراجع عن رأيي السياسي هم مستعدين لمنحي كل الامتيازات التي أريد.